السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. هتكلم على مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. مباراة مهمة وقوية جدا جدا. وقبل ما نبدأ الفيديو طبعا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت، وهنسيب لكم الأهداف في أول كومنت مثبت عشان إخواتنا اللي بيسألوا على الأهداف، فهتكون في أول كومنت مثبت. هتكلم على تشكيلة ريال مدريد وهي 4-4-2، وتشكيلة مانشستر سيتي وهي 4-3-3. مباراة هتكون قوية جدا عشان هي هتكون في أرض مان سيتي، وطبعا هتكون صعبة. فأتمنى إن شاء الله إن ريال مدريد تفضل محافظة على النتيجة. طبعا في مباراة الذهاب انتهت المباراة 3-0. اتوقع ممكن مانشستر سيتي تفوز في المباراة دي بفارق هدف 1-0 او حاجة، بس ان شاء الله تنتهي بالفوز لصالح ريال مدريد 1-0 او 2-1 لصالح ريال مدريد. واتمنى ان هي تنتهي 1-0 لصالح ريال مدريد، يعني دي كتوقعاتي الشخصية، وان شاء الله يكون التأهل لريال مدريد في مباراة اليوم. طبعا انت تقدر تكتب لي تحت في الكومنتات بتوقع الفوز لريال مدريد ولا لمانشستر سيتي، وصاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وشكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت يا احلى داعمين. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.